مين اشهر، الفيوم ولا مدينه نصر؟ لا مدينة نصر طبعا لأنها في القاهرة. الفيوم طبعا، الفيوم ايطالي وميلانو. بس مدينة نصر معروفة على مستوى جمهورية مصر يعني. مين اغنى، طبعاً مدينه نصر ولا الفيوم؟ مدينة نصر. انت شغال مع مين؟ الكابو بتاعك هتلاقيه فيومي. هو الصراحة فيومي. الفيومية هم مسيطرين في ايطاليا وبالاخص ميلانو. الفيومية هم احسن ناس ناجحين في البلد دي. ايه احسن مشاريع معموله عندكم في مدينه نصر؟ كل حاجة ناجحة. أنت بتتكلم أنت في العاصمة في مدينة عندكم القاهرة. ايه مشهور يعني؟ كل حاجة مشهورة في مدينة نصر، أي حاجة، مفيش حاجة حد بيفتح مشروع وبيفشل خالص. هم طبعا زي ما الناس كلها فاهمة تقول لك الفيوم بتوع الكتاكيت وسهري من ديت. يقول لك بيبيعوا كتاكيت. هو احنا الفيومية مشهورين بالكتاكيت، بس اللي براجل كليتها اللي في مصر كليتها اصحابها فيومية. احنا كفيومية اقل واحد عنده بدل البرج 3 ولا 4. لا مفيش منه الكلام ده ولا. انت من مدينة نصر وقاعد شقة بالايجار وصاحبها فيوم. مفيش فهايمة اصلا في مدينة نصر، لانه بيجي يفتح مشروع شهر 2 وبيروح مروح على كده، يقول لك اروح اسافر ايطاليا ابيع حتة الغيط اللي عندنا على الجاموس ويجي يسافر على ايطاليا. لا 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 ما تسكتلوش، لا لا انا بهدي النفوس يا جماعه، بس ما ينفعش ما تسكتلوش. مش كل الناس، اكيد الناس اللي الصغير اللي جاي كله تساله انت منين، كان الفيوم شهر 2 بتلاقيه اتحبس وهو في الجرابات. يا ابني ده 99% في ميلانو هنا اصحاب الشغل فيوميه. ده احنا عندنا اللي عنده 18 سنه لسه واخد ورقه وطالع من المدرسه مش بيفكر يشتغل بالجورنال، بيفكر يفتح شركه ويشيل شغل. الكابو بتاع فيوم وجاي يتكلم بيغلط في الفيوميه، افصله بكره. يطلبون الشغل ويسبون اصحاب الشغل.